مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني الحلقة 47. فارس بيهدد آدم. لا تنسى دعمنا بلايك على الفيديو والاشتراك في القناة لمشاهدة باقي الحلقات. بالنسبة لأحداث الحلقة 46، بتبدأ أحداث الحلقة بإن فارس بيطمن على سوريا، وبعدها بتوصل الدكتورة وبتقول لهم إنك بخير، وكمان في خبر حلو ليكم، وهو إنك حامل، بس محتاجين شوية فحوصات علشان نتأكد من الخبر ده. بتتصل ليلى بفارس وبيقول لها إن سوريا بخير، ولكن لسه هتعمل شوية فحوصات لنتأكد إنها بخير، لكن ما بيقولهاش أي شيء بخصوص حمل سوريا. بعدها بيتخانق جاد مع أمه بخصوص بسمة، وبترفض ليلى طلبه وبتقوله أنت لسه بالجامعة وما بتتحمل مسؤولية نفسك علشان تقدر تتحمل مسؤولية شخص تاني. بتخرج نتيجة الفحوصات وبتتأكد سوريا إنها حامل، ومن بعدها بتطلب من فارس إنهم ما يقولوش لحد لمدة 3 شهور، لكن هتقول لسارة وخالتها فقط. ليلى بتجرح في روبا وبتقول لها إن بسمة خدعتنا، وأكيد كانت بتروح لجاد في نصاص الليالي على غرفته، وأنا مش ناقصني خدامة تبقى مرات ابني أو تيجي من غير جواز وتقول لي أنا حامل منه. وفي الأخير بتقول لها روحي قولي لبنتك لا تحلم إنها تتجوز ابني. بسمة بتطلب من جاد إنه يبعد ويروح للجامعة من أجلها وهو يوافق، ومن بعدها بيمشي جاد وبتقول لها روبا لو عندي ليكي معزة ابعدي عنه، أنا اتحملت إهانات ما حصلتليش طول حياتي. خليل بيقابل منال وبتكون محضرة له أكل بيتي وبتعزمه عليه، وبعدها بيفاجئها وبيعطيها مفتاح شقة إيجار ويقول لها أنا عارف إنك مش مرتاحة عند صديقتك، وهي بتوافق وبتقول له بشرط بس هو إن أنا اللي أدفع الإيجار. وفي الأخير بيتفاجئوا وتجيب له تورتة عيد ميلاده. عماد بيروح لسارة وبيعطيها ورق طلاقها، وبيقول لها آدم قال إنه مش حابب يبقى معاكي غصب عنك ونفذ طلبك. آدم بيروح لخليل وبيتهم أخوه فارس إنه هو اللي اتسبب في سجن أمه من خلال الأوراق اللي كانت معاه، وخليل يقول له هشوف ايه الورق اللي معاه والشيء اللي بيفكر فيه وهرد عليك واقول لك. فارس وطلال بيروحوا عند حليم ويقول لهم قولوا لي مكانه وانا هريحكم منه، لكن فارس بيرفض ويقول له احنا هنرد لك الدين بتاعك وبيوفي كمان. وطلال بيعطيه صور ويقول له لو ما نفذتش اللي هنقول لك عليه هتتسجن، وهنتكلم معاك وهنقول لك تعمل ايه وامتى. وقولوا هنا تنتهي الحلقة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.